ريما من الإمارات. يا ريما. السلام عليكم. وعليك السلام. بخير إن شاء الله. الله يسعدك. ما راح أطول عليك. سؤالي يا شيخ، من يكون زوج المرأة يوم القيامة؟ هل هو زوجها في الحياة الدنيا؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فالعيال يلحقون أمهاتهم، والمرأة أيضا مع زوجها. طيب إن كان صالحا، إن كان صالحا الله عز وجل يجمع بينها وبين زوجها. طيب كيف يكون حال المطلقة أو الأرملة التي تزوجت؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة يقول إذا تزوجت أكثر، يعني أخذت أكثر من رجل، مطلقات تتزوج في آخر، تلحق بآخر رجل لها. حذيفة كان يقول لزوجته إذا أنا مت لا تتزوجي من بعدي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر زوج لها. أيوة. طيب كيف يكون حال إذا هيك من لم تعرف إلا زوجها، بس هي أمضت حياتها معه كرها وغصبا عنها حفاظا على بيتها؟ ما أريده الجنة، حسبي في الجنة يلحقني، حسبي الله ونعم الوكيل. ما أريد يا شيخ. شوف اللي حل حتى جهنم، يعني هو ما الحقه. إنه تصبر عليه طول الحياة الدنيا وتلاقيه في الآخرة بانتظاره كمان يا شيخ. تخيلي. انت جيت يا ام علي. لا هي اللي ما بدها اياه.